الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلو الحياة ومرها. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر لله شكرا يليق بجلاله، والشكر لله على كل أنعمه، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله نستكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية، وكان الحديث عن كيفية محبة الله، وكنا قد تحدثنا بين الثلاثية الخوف والرجاء والمحبة، وبإذن الله في هذه الحلقة نستكمل باقي التفاصيل عن الصبر والتوكل والعلاقة بينهما وبين التوحيد. بداية شيخنا بطريقة مختصرة كده وإجمالا نذكر نقاط مختصرة عن الحلقة الماضية، بحيث أنه نحاول أن نرابط بين حلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية موضوع محبة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا كذلك بأن موضوع المحبة والرجاء والخوف هي أعمال قلبية عموما، ليست التعريف العلمي أو التعريف اللغوي لها قد لا يعطينا الحقائق بشكل كبير، لأنها دائما ترتكز إلى شقين: الشق الأول هو الشق قلبي، والشق الثاني هو الشق عملي يتعلق بالجوارح ويتعلق بالأعمال. فذكرنا بأن محبة الله سبحانه وتعالى هو الميل الذي يجده الإنسان نحو خالقه ونحو ربه ونحو إلهه، هذا الميل الذي يكون دافعا إلى كل ما يحبه المحبوب. صحيح. وينبع عن ذلك طبعا ذكرنا بأن موضوع المحبة له صلة مباشرة بالعبادة، ذكرنا هذا الموضوع. وعبادة الله سبحانه وتعالى أساسها أن يكون هنالك حب بين الخالق والمخلوق، فأنت تحب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أيضا يحبك، يحبهم ويحبونه، فهي عملية تبادل. نحن نحب الله سبحانه وتعالى لأنه الموجد ولأنه المحيي والمميت والمدبر، وهو الذي سبب وجودنا في هذه الحياة، وهو المنعم علينا بكل شيء. وبالتالي المحبة موقف أخلاقي قبل كل شيء، المحبة موقف أخلاقي، كما أن الإيمان أيضا موقف أخلاقي. فالإنسان المؤمن موقفه أخلاقي لأنه يعترف لصاحب النعمة بالفضل، والجاحد والكافر والمكذب موقفه غير أخلاقي لأنه لا يعرف لذي فضل فضله. وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا. ثم ذكرنا كذلك بأن المحبة أيضا ترتبط بموضوع الرجاء وموضوع كذلك الخوف. وشبه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله بأن الإنسان المؤمن السائر إلى الله سبحانه وتعالى هو كالطائر يطير بجناحين ورأس، فالرأس محبة الله سبحانه وتعالى، والجناحان هما الرجاء والخوف. والرجاء هو الأمل في حصول المحبوب، الإنسان الذي يرجو أن الإنسان يؤمل في أن رغباته ومطلوباته تتحقق، هذه هي عملية الرجاء. والخوف هو الرهبة والخشية والرعب من حصول المكروه، هذان الجناحان.
طبعا بالنسبة لنا في موضوع العلاقة بين الرجاء والخوف، علاقتهم بالمحبة وتشكيلهم لهذه الثلاثية، أحيانا بعض الناس يغلب الرجاء، تجده يعني يرجو لدرجة الطمأنينة التي لا تجعله يعني يقيم الأمور بشكل جيد يعني. أو يكون والله مغلب جانب الخوف، تجده دائما خائف ولا يكون راجيا. أو يقيم العلاقة كلها على الحب. لكن بعض السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون من أقام علاقته أو عبادته على الرجاء فقط فهو مرجئ من المرجئة، وهم الذين يعني تخلف عنهم مسمى العمل، تخلف عن العمل عن مسمى الإيمان عندهم، فالإيمان عندهم تصديق فقط، ما دام أنك صدقت فأنت خلاص، وبالتالي أقاموها كلها على الحب. أي من أقامها على الرجاء، قصدي يعني أقاموا على الرجاء في أنهم هم خلاص حققوا التوحيد وبالتالي يرجون كل شيء. ومن أقامها على الخوف فقط فهو حروري. الحرورية هي طائفة من الخوارج يقيمون الأمر كله على الخوف، وقضية الرجاء عندهم قليلة. قالوا ومن أقامها على المحبة فقط فهو زنديق. نعم. وبالتالي لا بد الإنسان أن يقيم هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى على محبة تثمر هذه المحبة خوفا وتثمر رجاء، تثمر خوفا وتثمر رجاء. وهذه بلا شك يعني لها منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويتعلق قلبه بالله عز وجل، وفي نفس الوقت أيضا يخاف الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا كذلك في الحلقة الماضية أن من الناس من يرجح كفة الرجاء على الخوف، ومنهم من يرجح كفة الخوف على الرجاء. هو يؤمن بأن الأمرين مهمان، لكن بعضهم يقول لك الكفة الراجحة اجعلها للرجاء، وبعضهم يقول لك الكفة الراجحة اجعلها للخوف. ولكن الصحيح والله أعلم أن المسألة تتفاوت من شخص لآخر، تتفاوت من شخص، فأنت تكون في بعض الحالات حاجتك إلى الرجاء أكبر من حاجتك إلى الخوف، وفي بعض الأحوال يكون حاجتك إلى الخوف أكثر من حاجتك إلى الرجاء. بعضهم ربطها بالأعمار، يقول لك الشيخ عليه أن يكون راجيا والشاب عليه أن يكون خائفا، لأن الخوف يمنعه من الشهوات والشبهات. ولكن الشيخ أيضا إذا لم يكن راجيا فإن ذلك ربما حمله على اليأس والقنوط. لكن الصحيح أن لا تربط المسألة بالأعمار بقدر ما تربط كذلك بالأحوال. فأنت قد تكون شابا ولكن بحاجة أيضا إلى الرجاء، وبحاجة كذلك إلى الخوف، وقد تكون أيضا شيخ وتكون بحاجة. وبالتالي موضوع الخوف والرجاء له علاقة على كل بحال الإنسان، كيف الإنسان يتقلب. وبعض السلف اعتبروا أنه والله في لحظات الإقبال على الله سبحانه وتعالى كالمرض الذي ربما يكون نهاية للإنسان، يشعر فيه بأن مرضه هذا قد يكون نهاية لحياته، رجحوا كفة الرجاء على الخوف في هذه اللحظات هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون إنسانه صحيحا متعافيا كذا يقول لك والله عليه أن يقلب جانب الخوف على جانب الرجاء، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا نتحدث عن موضوع التوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نوع التوكل في هذه الآية شيخنا، وما هو الفرق بين التوكل واليأس إذا كان هناك يعني نوع من التوافق بينهما؟ موضوع التوكل من حيث اللغة هو الاعتماد. الآن أنت لما تقول والله وكلت هذا الأمر إلى فلان، أو لما تعمل توكيل قانوني لشخص من الناس توكله بأمر ما، فمعناها اعتمدت عليه في قضايا هذا الموضوع على شخص، اعتمدت في قضايا على شخص بعينه. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح موضوع التوكل له علاقة بالجانب العقدي، وله علاقة كذلك بالجانب القلبي، وله علاقة بالجانب المادي. الجانب العقدي أنك تقيم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى على التوحيد الخالص، بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو كذا. هذا الجانب العقدي، أن الله عز وجل هو الذي يعطيك ما تريد يدفع عنك ما تكره. هذا الجانب العقدي التصوري في التوكل. الجانب القلبي في التوكل هو مقدار وحجم الثقة
في الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجك. يعني أن تتكل بناء على هذا التصور أن الله سبحانه وتعالى المحيي المميت المدبر الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت، هذه جانب تصوري. بنيت عليها أيضا موقف قلبي، وهو أنك تثق فيه أن الله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه ويكون حسبك ويكون هو كافيك، فيتعلق القلب بهذا التصور الذي أنت قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا عندك موقف عقلي أو موقف تصوري، وعندك كذلك موقف قلبي، ثم أيضا عندك موقف مادي، وهو تصورك عن الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله عز وجل، لا ينافي أو يجب أن يصاحبه أيضا الأخذ بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لحصول المراد. فالله عز وجل أقام هذه الحياة على سنن، أقامها على سنن بطبيعة الحال. هذه السنن تجاهلها مشكلة، تركها مشكلة. مثلا أضرب مثال على ذلك، الإنسان الذي يريد أن يحصل على ولد، صحيح، أو يريد أن يحصد محصولا معينا. تريد محصول تذهب إلى الزراعة، تريد تكسب تذهب إلى التجارة مثلا، تريد الحصول على الولد تذهب إلى الطريق الشرعي في الوصول إلى هذا الموضوع وهو الزواج. طيب أنت تدرك بأن والله لتحصل على الولد لا بد من الزواج، فالزواج سبب، لكن في نفس الوقت عندك عقيدة بأن والله موضوع الولد متعلق بالله سبحانه وتعالى، قد يهبك ولد وقد لا يهبك. فحصول أو قيامك بالسبب لا يجعلك تعتمد على السبب في ذاته، بل تتصور بأن هذه الأسباب هي مما أمر الله به، لكن الأمر كله يعود إلى من؟ المسبب، إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت تثق فيه جل جلاله، وعلى هذا الموضوع يكون فموضوع التوكل هذه حقيقته، هو فيه جانب تصوري عقائدي، فيه جانب قلبي وهو الثقة القلبية والطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريد، وفيه كذلك الجانب العملي وهو الأخذ بالأسباب. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الشق الآخر من السؤال، شيخنا التوكل يندرج تحت أنه فرض من الفروض أو أنه شرط من شروط الإيمان الواجب؟ طبعا بالنسبة للتوكل هو جزء، يعني بعضهم يعتبره نصف الإيمان. نصف الإيمان. بعضهم يعتبر بأن الإيمان كله يجتمع في التوكل، ومنهم من اعتبر بأنه شرط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولعل هذا هو الصحيح، أن الإنسان يقيم علاقته بالله سبحانه وتعالى بالتصورات الصحيحة التي ذكرناها، ثم يبني عليها بعد ذلك عملا قلبيا، ويبني عليها كذلك عملا في الجوارح، عمل جوارح وعمل القلوب. نلاحظ أن القرآن الكريم ركز على مفهوم التوكل بالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، أمرا بالتوكل، وعلى الله فتوكلوا كما كنتم يعني في صيغة الماضي، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتلاحظ بأن الآيات يمكن تصل فوق 70 موطن بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة الصفة المشبهة أو بصيغة اسم الفاعل. على كل الأمر يدور حول هذا الموضوع المهم جدا، وهو الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة عليه. والقرآن الكريم لو لاحظنا يعني تتبعته ستجد من سورة الفاتحة لخصت لك موطن التوكل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. ستلاحظ بأن إياك نعبد شق عبادة الله سبحانه، وإياك نستعين هو شق التوكل صحيح على الله سبحانه وتعالى. فأنت تستعين به على عبادته، وتستعين به على قضاء حوائجك الدنيوية، تستعين به على جلب المصالح، تستعين به على دفع المضار، وهكذا. فأنت التوكل هو لما الذين قالوا بأن التوكل يشكل شق الإيمان أو شق التكاليف هي هكذا. فالله عز وجل قال اعبدني، وأيضا توكل علي، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فأنت مقام التوكل أو منزلة التوكل بهذا الشكل، فهو مقام عظيم جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى.
ومن حيث حكمه فهنالك التوكل الواجب وهنالك التوكل المستحب. الواجب والمستحب. الواجب والمستحب. التوكل الواجب هو أصل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. هذا أصل التوكل واجب. يعني أي عبد عليه أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله عز وجل في قضاء حوائجه، وفي نفس الوقت يأخذ بالأسباب. التوكل المستحب يدخل في حجم الطمأنينة والثقة في ما يمكن أن يحققه الله لك. والناس في ذلك طبعا في باب المستحب الناس درجات ومراتب. فمن الناس سبحان الله من تجده يقول لك أنا متوكل ولكنه مضطرب القلب، غير واثق بالله سبحانه وتعالى أو متردد. لكن من الناس من يوقن تماما بأنه مجرد أن أخذ بالأسباب واعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن ذلك سيحقق له مراده. نعم. بارك الله فيك شيخنا ننتقل إلى جزئية المكر الإلهي، كما قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حدثنا عن هذه الآية شيخنا. نعم. موضوع الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أمران متعلقان بالخوف والرجاء. يعني تلاحظ بأن كتاب العقيدة الذي ألفه الشيخ محمد عبد الوهاب يورد هذه الأبواب بشكل متدرج، يتكلم عن الرجاء، يتكلم عن الخوف، أو يتكلم عن الخوف من الله سبحانه وتعالى والمحبة، ثم بعد ذلك يتكلم عن التوكل، ثم يتكلم عن قضية الأمن بمكر الله. عندنا الشخص الذي يرجو الله سبحانه وتعالى ويطمئن إلى هذا الموضوع نتيجة عمله، ويعتقد أنه والله قام بالواجبات وكذا، ويتصور بأنه بعد ذلك سيكون ناجيا عند الله سبحانه. هذا كافيه. أي يتصور هكذا. المؤمنون أو أهل الإيمان الحقيقي يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني هم يقومون بالأعمال الصالحة ويعبدون الله عز وجل، يصلون يصومون يزكون، ومع ذلك يخشون أن لا يتقبل الله منهم. صحيح. فهم لا يأمنون مكر الله عز وجل، بل يعني قلوبهم نائمة في خوف، أن هذا مقتضى الإيمان. لكن الذي يأمن مكر الله يتصور بأنه مجرد أن قام بالعمل ليس هنالك شيء آخر يمكن أن يطال عمله، بأن يحبط هذا العمل، بأن يناله العجب، بأن يناله فهذا هو مسألة الأمر بمكر الله سبحانه وتعالى. ومكر الله سبحانه وتعالى هي صفة من الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، مع أنها طبعا صفة المكر في حق المخلوق مذمومة، صفة المكر لأنها صفة لا تليق بأهل الكرم وأهل المروءة وكذا. لكن لماذا يوصف الله بها؟ لأن الله سبحانه وتعالى مكره لمن تجاوزوا في المعاصي والذنوب ويتصورون بأن الله لا يطالهم، يتصور أن الله لا يطاله، أن الله لا يستطيع أو لا يقدر عليه. فهذا النوع من الأمن بمكر الله سبحانه وتعالى، شخص يؤتي الذنوب والمعاصي والفساد والطغيان والعدوان وكذا ويتصور بأنه في مأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هؤلاء يمكر بهم مكرا خفيا، أي أن أقداره وما يريده بهم يأتي إليهم خفية لأنه استدرجهم من حيث لا يشعرون. فالله عز وجل أفأمنوا مكر الله، يعني من يأمن مكر الله سبحانه. ولذلك الأمن بمكر الله سبحانه وتعالى هذا مبالغة في موضوع الرجاء. الجانب الآخر يقابل هذا الأمر بمكر الله يقابله جانب آخر وهو القنوط من رحمة الله. نحن تكلمنا بأن الرجاء إذا زاد عن حده ويولد عندنا الأمر بمكر الله. نفس الطريقة إذا بالغ الإنسان في الخوف لدرجة أن أوصله هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى إلى أنه يكون غاضبا من رحمة الله، يعني يتصور بأن رحمة الله لن تناله. فالاعتدال مطلوب والتوازن هو الواجب. كيف تستطيع أن تعيش برجاء يبعدك عن مكر الله دون أن تذهب إلى أن تأمن مكر الله سبحانه وتعالى،
وكيف تعيش مع الخوف دون أن تصل به إلى مرتبة الغنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذم أن يكون الإنسان قانطا من رحمته، وذم كذلك أن يكون يائسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض الأحاديث عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله، وأن تأمن مكر الله، أو أن تيأس من روح الله. هذه من الكبائر على كل. لذلك اختلف الفقهاء والعلماء حول حكم الأمن بمكر الله والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. تلاحظ بأن الأمن بمكر الله عز وجل مثلا الأحناف اعتبروا أن ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، والشافعية يقولون بأن والله هو محرم وكبيرة من الكبائر. لكن الذي يجمع بين ذلك أن الأمن بمكر الله سبحانه وتعالى إذا تعلق بالعقيدة يكون كفرا. يعني شخص يعتقد أن الله لا يستطيع عليه ولا يستطيع أن يفعل فيه شيء، وهو يفعل كل هذه الذنوب ويقول أنا الله لا يستطيع، هذا النوع طبعا كفر بلا شك. لكن بعض الناس سبحان الله ثقته في الله الزائدة، طمأنينته إلى رحمة الله، تغليب جانب الرحمة على جانب العذاب، تجده أيوه هذا يقع في المحرم، ولكنه لا يبلغ به الأمر إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. نجدد الترحيب بكم وبشيخنا الكريم، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخنا. توقفنا في جزئية المكر الإلهي، خلينا نعرف شيخنا الفرق بين المكر الإلهي الذي تحدثنا عنه قبل الفاصل والفرق بينه وبين المكر الذي معروف لدى الناس. نعم. موضوع المكر هو على كل إما أنه إيصال المكروه بطريقة خفية، أو ربما يكون إيصال المحبوب أيضا بطريقة
إيصال المحمود. قد يكون إيصال المحمود والمحبوب. يعني مثلا أنت تقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. فأن يمكر الله لك بطبيعة الحال بخلاف أن يمكر الله عليك. يمكر الله لك في فرق بينهم، أن الله سبحانه وتعالى يوصل إليك كثير من الأشياء خفية، أو ربما يصرف عنك كثير من السلبيات وكثير من المفاسد والمضار خفية، أو يعني أن الله سبحانه وتعالى يكيد بأعدائك خفية وأنت لا تعرف. فكأنما أنت تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الجانب. طبعا أنا ذكرت بأن المكر بالنسبة لله صفة إيجابية وليس صفة سلبية، بمعنى أن الله ليس عاجزا في أن يكافئ الذين يمكرون ويخدعون بما يواجه هذه الصفة عندهم، فهي صفة كمال. العاجز الذي يمكر به ولا يستطيع أن يمكر، يخدعونه ولا يستطيع أن يخدع، يستهزئون به ولا يستطيع أن يستهزئ، فأنت هذه كلها صفات على سبيل المقابلة تكون محمودة. فالملك الذي مثلا يستطيع أن والله يمكر بمن يمكرون، يخدع أو يستطيع يقابل خداع من يخدعونه بإبطال خداعهم، أو يستهزئون به ويستطيع إبطال استهزائهم، هذا مما يكون صفة من صفات الكمال وليس من صفات النقص. وهذه مسألة مهمة جدا فيما يتعلق، لكن في نفس الوقت لا تستخرج من هذا النوع من الصفات لا تستخرج منها أسماء، فلا تقول من أسماء الله المستهزئ، أو ليس من أسماء الله المكار، ليس من أسماء الله الخداع. هذه لا يستخرج منها أسماء لله. لا يستخرج منها أسماء، لأنها هذه على سبيل المقابلة وليست شيء آخر يعني. وبالتالي هذه لا بد أن يلتفت إليها. فنحن مثلا الله سبحانه وتعالى يمكر بالكافرين، قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلاحظ يمكرون ويمكر الله. أيوه. نلاحظ بأن آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا تكاد يعني تأمرك أنت كعبد بأن تمكر بمن مكر بك. الأفعال الخفية التي يقوم بها الأعداء تجاهك أو الخلق عموما يمكرون بك ويتعاملون خفية بالإضرار بك، غالبا هذه الأمور الله عز وجل أكلها إليه، فيبطل الله كيدهم ويبطل الله أفعالهم ويبطل الله مكرهم. وبالتالي أنت هنا فقط مهمتك أن تصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد بالله سبحانه وتعالى أكثر من أنك والله تستطيع أن تمكر. لماذا؟ لأن هذا المكر أحيانا الله سبحانه وصفه مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا. ففي موضوع المكر أنت تكله إلى الله سبحانه الله عز وجل، ومكروا ومكر الله، ما قال لك والله أمكر به. صحيح. هذه القضايا لأنها خفية لا يعلمها العباد، أنت فقط قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا، لأن المكر نوع من أنواع الكيد. صحيح. فهذا النوع من الكيد أنت مأمور بأن تتعامل بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وصبرت وقمت بما أوجب الله عليك، فإن المقابل لذلك أن الله يتولى عنك ذلك، يتولى الدفاع، يمكر بهم، يستهزئ بهم، يدفع كيدهم إلى غير ذلك من الأشياء. بارك الله فيك شيخنا. يعني يمكن بخلاصة بسيطة تحدثت عن اليأس في موضوع التوكل. فإذا جينا إلى إيجاد الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، كيف ممكن أن نفرق ما بين هذين المصطلحين؟ بعض العلماء اعتبر بأن المصطلحين شيء واحد، القنوط هو اليأس، ومنهم من اعتبر بأن والله اليأس هو مقدمة للقنوط، والقنوط هو أعلى درجات اليأس. واضح؟ صحيح. الإنسان ليؤوس قنوط، فجعل اليأس يؤدي إلى القنوط. ومنهم من اعتبر بأن القنوط دون اليأس، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر اليأس كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صحيح. وجعل القنوط ضلالا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن والله أعلم المسألة على كل محتملة، يعني محتملة أن تكون اليأس هو القنوط،
والقنوط هو اليأس، لأن قضية أنه الله يصف الله هذا بكفر وهذا بالضلال، أحيانا قد يكون الضلال نفسه كفرا، مثل أن يصف الله تبارك وتعالى النصارى بأنهم ضالين ويصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، فهذه على كل لا تؤدي بنا إلى ترجيح الكفة على الأخرى. فالمسألة على كل مسألة فيها اختلاف، ولكن كلا الأمرين منهي عنه. فأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن اليأس ونهاك أن تكون قانطا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا، إذا جينا يعني القنوط دائما يكون مربوط مع رحمة الله، واليأس يكون من روح الله، يعني رحمة الله وروح الله في فرق بينهم؟ إذا كان لا يوجد فرق أصلا ما بين القنوط واليأس؟ إذا اعتبرت بأن روح الله سبحانه وتعالى هي رحمته الأمر واحد إذا اعتبرته، ولكن أنا أميل عموما إلى التفريق في المفردات. إن كنت الآن بالتدقيق تحديدا روح الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل أيهما الأصل؟ هل الأصل الرحمة تتفرع عنها روح الله سبحانه وتعالى أم العكس؟ هذه الله أعلم. لكن التفريق أفضل، يعني أن تحمل الأمرين على معنيين مختلفين أفضل من أن تحمله على معنى واحد. بارك الله فيك شيخنا، الصبر من المقامات الجميلة جدا التي لا بد من الإنسان أن يسعى إلى الوصول إليها في حياته. بداية شيخنا، كيف ممكن أن نعرف الصبر وما هي أقسامه؟ الصبر في اللغة هو الحبس. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الاصطلاح هو الإنسان يحبس لسانه عن الشكوى ويحبس قلبه عن الجزع ويحتمل المشاق التي تكون في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان في هذه الحياة تمر عليه ابتلاءات، تمر عليه مصائب، هنالك شعائر أمر الله تبارك وتعالى بها، هنالك منهيات نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فكل ذلك يحتاج منك إلى أن تكون محتملا لما يلاقيك في الطريق، ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر منزلة رابعة، يعني أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهي حالة من التصورات والعقائد وكذا والأفكار الصحيحة، ثم قال وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق. هذه المحطة الثالثة اللي هي التواصي بالحق، خرجت من دائرة الذات إلى دائرة الآخر، يعني أنت خرجت من إصلاح ذاتك والقيام بالأعمال الصالحة والإيمان بالله المثمر للأعمال، خرجت بعد ذلك إلى أنه والله تجاوزت حدك إلى التعامل مع الآخرين، فبدأت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء كانوا يقولون مثلا أول ما يجب على المكلف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الدعوة، ثم العمل الصالح، ثم الدعوة إلى ما آمن به، ثم الصبر على الأذى في هذا الموضوع. أول ما تبدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اللي هي التواصي بالحق، ستقابلك مشكلات. الطرف الآخر قد لا يتقبل دعوتك، وربما واجهك وربما آذاك وربما قاتلك. هذه المدافعة من الطرف الآخر وأنت قد بدأت في الدعوة إلى المحيط الخارجي ستقابلها بواحد من أمرين، إما بالاستسلام والجزع والشكوى، وإما تقابلها بالرضا والمدافعة والصبر والاحتمال. فالله عز وجل يقول لك قابل هذه بالاحتمال، ولا تقابلها بالجزع، ولا تقابلها بالتوقف، ولا تقابلها أن الإنسان يترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالصبر منزلته بهذا الشكل، أنه أنت تحبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحبسها عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يقابلك من أقدار مكروهة أو ربما أمور غير مرضية، يجب أن تقابل ذلك كله بالرضا، وتقابله بالصبر، وتقابله بالاحتمال. بارك الله فيك شيخنا، من أقسام الصبر أيضا شيخنا الصبر على أقدار الله السيئة التي ممكن نحن نعتبرها سيئة، بالنسبة للبشر مثلا وفاة قريب أو تأخر في الرزق وأمور أخرى. كيف ممكن أن يعني يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الصبر؟
طبعا أول بالنسبة للآيات والنصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى عن الصبر تجاوزت 100. 100. ومنهم من يعتبروا تجاوزت كم 90، لكن هي تجاوزت 100 في مجملها، أمرا بالصبر ونهي عن ضده وكذا. تجد أن الآيات كثيرة جدا في هذا الموضوع، تبشيرا بها وبشر الصابرين، اصبروا وصابروا ورابطوا وتواصوا بالصبر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا التي تحض الإنسان أن يكون صابرا في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأقسام الصبر ما ذكرته هو قسم من الأقسام، لكن قبل ذلك اللي هو الصبر على الأقدار هذا قسم. ولو أردنا أن نقسم الصبر إجمالا يمكن أن نقول بأنه 3 أقسام. القسم الأول هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعات تحتاج صبر، الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله، هذا يحتاج منك إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى دوام واستمرار وعدم انقطاع. فالذي لا يصبر عليها سينقطع ويكون قد فقد هذه الصفة وهذه الميزة، ميزة الصبر على طاعة الله سبحانه. هنالك قسم آخر وهو المعاصي والذنوب والمحرمات. كما أنك تصبر على طاعة الله تصبر عن معاصي الله ونواهيه وتصبر عن محرمات. الله عز وجل يقول لك لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تأكل أموال اليتامى، لا تأكل الحرام، لا تأكل الربا. المنهيات الكثيرة هذه اللي هي المحرمات في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج صبر، أن تحبس النفس عن المحرمات، عن المنهيات. هذا نوع آخر من الصبر. النوع الثالث من الصبر هو الصبر على أقدار الله، يعني ليست القضية لها علاقة بأوامر ونواهي، لكن لها علاقة بنوازل وأقدار الله النازل على العبد. وأقدار الله سبحانه وتعالى تنزل علينا أحيانا إيجابية وجيدة وتفرح الإنسان، وأحيانا قد تكون مصيبة كمصيبة الموت. أيضا هذه الأقدار التي تنزل علينا من الله سبحانه يجب أن نتلقاها بالصبر، لأن الأقدار الجيدة نتلقاها بالشكر، مش كده؟ لأن هي جيدة فلا لا إشكال فيها، لكن الأقدار الأخرى التي فيها جانب ليس جيد أو هكذا نراه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر المؤمن كله خير، كله خير. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت بين السراء والضراء، السراء تقابلها بالشكر والضراء تقابلها بالصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الدين كله صبر وشكر، والناس أيضا منقسمون إلى صابر وشاكر، صابر وشاكر. يبقى بعد ذلك كثير من التساؤلات، أيهما أفضل، الصبر على الطاعات أم الصبر على المعاصي؟ العلماء في ذلك يتفاوتون، يعني منهم من يرى أن والله الصبر على الطاعات أفضل من الصبر على المعاصي كما كالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، ومنهم من يرى الصبر على المعاصي أفضل من الصبر على الطاعات. يختلفون في مذاهبهم، ولكن المسألة يبدو ليست بهذا الشكل، يعني ليس بلازم أن نقول والله الصبر على الطاعات مطلقا أفضل والصبر على المعاصي مطلقا أفضل، لأن الصبر على المعاصي إن كانت من الكبائر قد تكون أفضل من الصبر على الطاعات إن كانت من المستحبات والصغائر مثلا. صحيح. أو الصبر على الأعمال الكبيرة، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ليست كالصبر على أن تغض البصر في النظر إلى امرأة وهكذا. فالأعمال تتفاوت بطبيعة الحال، وأوزارها كذلك، هل هي من باب الضروريات أم هي من باب الحاجيات أم هي من باب التحسينيات. فعلى كل موضوع الموازنة لا يكون إلا من خلال أوزان الأعمال نفسها. العمل الذي يكون كبيرا منزلته تختلف عن العمل الذي يكون صغيرا. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مؤمنون ومتيقنين أن الأقدار التي تأتي من الله كلها خير. طيب، الأمور التي نحن نراها شر ونراها سيئة لماذا تأتي لنا صعبة وقوية جدا، وفي نفس الوقت يأمرنا الله بأن نكون صبورون، أو لابد أن ننزل في منزلة من منازل الصبر، بحيث أنه يعني الله أطلق على نفسه الرحمة، أطلق على نفسه الكريم الجواد الرحيم الحليم، فلماذا
وجد هذا الشيء في نفس الوقت أمرنا بأن نكون في منزلة الصبر. وهذا يعود على كل إلى أن نفهم المسألة الأساسية، وهي أننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. هذه الدار ليست دار جنة، ليست جنة بطبيعة الحال، الجنة إن شاء الله قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهلها. ولما كانت دار ابتلاء، الابتلاء يأتي بصفتين، يعني ما يأتي بصفة واحدة. يعني لو فقط والله الله سبحانه وتعالى يعطينا ما هو جيد لن تصل حقائق ومعادن الناس. الآن أصدقائك، والله المثل الأعلى، أصدقائك متى يظهرون؟ يظهرون معك دائما عند الشدائد. في حالة السراء والأوضاع الطبيعية الكل ما شاء الله يعني مقرب عندك، لكن عند الشدائد يظهر عندك من هو صديق حقيقي يقف معك في كل مسيرتك، وبين من والله يبيعك في أقرب طريق كما يقول. فإذا كان هذا على مستوى البشر، الله سبحانه وتعالى على كل في هذه الدنيا يختبرنا بالأعمال، يختبرنا بالسراء ويختبرنا بالضراء، يختبرنا بالطاعات ويختبرنا بالمعاصي، يختبرنا بأقدار السارة ويختبرنا كذلك بالأقدار الضارة، وهكذا. لكن من نظر إلى هذا الأمر بأنه والله هو في دار ابتلاء، ونظر بأن كل ما في هذا الكون مما يقدره الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف الجواب الحقيقي فيه هو كيف سأتفاعل أنا مع الحدث. أما ما يقدره الله كله كله خير، يعني أنت تثق بالله سبحانه وتعالى بأن الخير كله إلى الله والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. يعني الشر يدخل عليك كما يقولون كحالة طارئة لوجود شروط أو انتفاء موانع أو غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لك إلا خير، لا ما هو خير. ثم تطمئن أيضا وتثق بأن الله حكيم، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى هي التي اقتضت أن الله يأتيك هذا الشيء، فتثق في رحمته وتثق في عدله وتثق في علمه وتثق في حكمته. هذه الرباعية، أنت تثق في كل ذلك. وبالتالي من وصل إلى هذا المستوى نظر إلى كل الأقدار بأنها خير، لا يبالي عنده والله جاءته سراء أو جاءته ضراء. لماذا؟ لأنه عندما تقابله السراء كان شاكر، وإذا قابلته الضراء كان صابر. وبالتالي هو نتيجة ما يقوم به هو الذي سيحدد هل الأمر خير أم شر. أما في ذاته ليست هنالك مشكلة. وبالتالي كيف يستطيع المسلم أن ينظر إلى كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى بأنه هو حالة اختبار وحالة امتحان، وينظر الله تبارك وتعالى كيف نعمل بعد ذلك؟ يعني هل والله سنحسن العمل أم سنسيء العمل؟ هل سنحسن الرد أم سنسيء الرد؟ هذه هي القضية الأساسية في هذا الموضوع. وبالتالي المسلم عليه الارتقاء بمستوى ثقته بالله عز وجل، كلام اللي ذكرناه في التوكل. إذا وثقت في الله سبحانه وتعالى بأن الله لا يقدر لك إلا الخير، وبأن الله أعلم بمصالحك، وبأن الله أعلم بك منك، وحاجتك هو الذي يقدرها، وتدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك، حينها ستثق بالله سبحانه وتعالى وتصبر على ما يقع عليك من لاواء. بارك الله فيك شيخنا. ولذلك لابد أن يكون الإنسان صبورا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة، وفي الختام دائما نقول: اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل، أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين.